آل سعود أحبهم في الله. آل سعود أحبهم في الله. إيش معطينك؟ هو أعطاني. لولا الله عز وجل ثم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي نصرها الشيخ الأمير محمد بن سعود لما انتشر هذا التوحيد الذي نالنا منه ما نالنا الله عز وجل، ما أكرم الله به. لو ذهبت إلى البلاد الإسلامية وجدت الموحدين أهل السنة في المغرب، في مصر، في الهند، في باكستان، تجدهم مستفيدين من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. أينما تذهب تجد الناس قبور وطرق وتصوف ومزارات وتمسح ونذر لغير الله وذبح لغير الله. إذا وجدت موحدا هناك يخلص الدين لله، ما يذبح لغير الله ولا يزور المزارات ولا يتعلق بها، تجده متأثر بدعوة من؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه الذي نصره بذلك من؟ الأمير محمد بن سعود. والله ما أعطينك. اي والله أعطوني. أنا تخرجت من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. ما تعلمنا التوحيد إلا من علماء السنة، ما عرفنا كتب التوحيد والعقيدة الصحيحة إلا منهم. وأنا أذكر كلام لشيخ أزهري اسمه عباس عبد المطلب توفي رحمة الله عليه. هذا كان خطيب في منطقة مشرق هنا بالكويت. قال كلمة عجيبة أنا سمعت بنفسي راكب معي بالسيارة. قال والله كنا في الأزهر ما نعرف العقيدة الصحيحة، ما نعرف الواسطية ولا نعرف كتاب التوحيد، كلنا في العقيدة النسفية وجوهرة التوحيد وبدأ. جينا هذه البلد عرفنا كتب شيخ الإسلام تيمية وعرفنا الواسطية وعرفنا كتاب التوحيد. هذا شيء أنا ما أنكره، بل أشكر هذه البلاد وأهلها أن تعرفنا العقيدة هذه. شوف الناس اللي تفهم وتشكر الله عز وجل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، صح ولا لا؟